ایرال باجر حسکه یه باکور و رجلات سوریه به تایبەتی لە تاخاغوێران کۆنفرانسا یەک هەلوەستی و یەکگرتنا پێکهاتەیان باکور و رجلات سوریه بڕێوە دچە نێزی 500 کەسایەتên سیاسی، شێخ عەشیر، ئۆڵدار، کەسایەتên لەشکری و civakî beşdarî konferansê bûne. Beşdarên konferansê teqez kirin ku ew ê bi hevgirtina xwe yekitiya axa Sûriyê biparêzin û rê li ber derxistina fitneyan bigirin. Di konferansê de Şêx Eşîrên Ereb, ên Kurd, nûnerên Suryan, Asûr, Kildan, Ermen, Tirkmen, Çerkes, hevserokên rêveberiya Xweser a Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê, kesayetên ji Qesedê, ji Mesedê, partiyên siyasî û rêxistinên jinan, herwiha keşîşê Cizîrê û Firatê Marmorîs Emsîh, Yekitiya Suryan, Tevdem, Enekesê û Şêx Murşid el-Xeznewî amade bûn. Di konferansê de li ser navê saziyên leşkerî û siyasî axaftin hatin kirin. Herwa di konferansê de peyamên nûnerên Durzî û Elewiyan ji bo pêkhateyên Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê hatin xwendin. Konferans wê bi encamnameyekê bidawî bibe. أيها الحضور الكريم، أثني بكل تقدير على انعقاد هذا المؤتمر الجامع وعلى كل مؤتمر يكون هدفه جمع شمل مكونات الشعب السوري بكافة أطيافه وتكون نتائجه عائدة بالخير على جميع المكونات السورية. في هذا الوقت المفصلي والتاريخي نرفع الأدعية إلى الله ليحمي شمال شرق سوريا قيادة وشعبا وكل المسؤولين على أمن وأمان هذا البلد الذي نعيش فيه، وأخص بالذكر قوات سوريا الديمقراطية الذين هم العين الساهرة على هذه الأرض الطيبة، أرض مسبتمية، أرض بلاد ما بين النهرين. نلتقي اليوم على أرضية هذا المؤتمر المبارك لنقول بصوت واحد إن وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا ليست مجرد اجتماع سياسي، بل هي نداء للضمير الوطني واستجابة لصرخة شعب أنهكته الحروب والتهميش. نحن أبناء الطائفة الموحدين الدروز نقف إلى جانب إخوتنا من الكرد والعرب والسريان والأزيديين والتركمان والشركس وباقي المكونات لنؤكد أن التنوع ليس تهديدا بل هو كنز يعزز وحدتنا تحت شعار